السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي الحلوين؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل الشربات. هنتعلم في الفيديو ده ازاي الشربات ما يسكرش منك، ازاي تحفظيه ويقعد معاكي لمدة سنة ما يجرالوش اي حاجة ولا يسكر ولا يبوظ. الفيديو ده هنتعلم منه كتير قوي. اهم حاجة في الاول كده تحطيه لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتابعت الفيديو بالتفاصيل عشان في تفاصيل مهمة جدا، حاجات مهمة جدا بسيطة ولكن مهمة في ان الشربات ما يسكرش منك. فحبيبة قلبي كده يلا نبدأ ونسمي الله. ومعانا الاول حاجة كده كيلو سكر، عندي حلة، عندي كده مج هكيل بيه السكر. تمام، ادي كوباية، 2، 3. تمام، نفس الكوباية اللي كيلت بيها السكر هكيل بيها المية. تمام، هنحط 1، 2، 3. تمام، 3 مية قد 3 سكر. طبعا الشربات عايزاه تقيل عايزاه خفيف، ده على حسب انتي هتعملي بيه حلويات، فاحنا هنخليه متوسط بحيث ينفع لجميع الحلويات. اذا كان لبسبوسه، كنافه، يعني زلابيا، ينفع لكل ده. تمام، حابه تخليه تقيل تخلي الميه السكر ضعف الميه، عايزاه حلو في الوسط يبقى الميه قد السكر. تمام كده هحطه بقى على النار. من اهم التكات ان انا في الاول مش هقلب خالص، زي ما انتوا شفتوا حطيت السكر حطيت الميه حطيته على النار ومش هقلب خالص، مش هيجي ناحيته الا اول ما يبدا يغلي. بعد كده هنحط ايه وهنضيف ايه عشان ما يخلوهوش يسكر مننا. طبعا انا جايبه النهارده عسل الجلوكوز هحطه على الشربات علشان يقعد معايا اطول فتره وعشان ما يسكرش مني. فتابع معايا الفيديو واول ما يغلي هرجع لك تاني. بصوا هنا بقى كده بدأ يغلي معانا، فهعمل ايه بقى هنا بقى في الوقت ده؟ اديله تقليبه بالمعلقه اساعد ان السكر اللي تحت يدوب مع الميه. تمام، عطيناه التقليبه التمام. بس كده هنمسك دلوقتي بقى، هنا معايا فرشه مج فيه ميه بارده عادي، وامسح على طول الحروف. ماشي، ليه بقى؟ علشان ما يكونش سكر على الحروف، وهو ده اللي يبوظ لي السكر بتاعي. بس كده كل شويه نعمل الخطوه دي. عندي طبعا العسل الجلوكوز اهو، عارفين انتوا طبعا انا كنت مستعملاه فمتبقي فيه معلقتين. هو كيلو سكر ليه 3 معالق. تمام، حتى هتلاقوه مكتوب على العلبه يعني ان كيلو السكر عليه لتر ميه و700 جرام عسل. انا بحط 3 معالق. تمام، وبيطلع معايا ممتاز وحلو جدا. وكمان اول ما يغلي بعد ما يغلي ب5 دقايق هضيف له عصره ليمونه، وبعديها ب5 دقايق كمان هضيف العسل الجلوكوز، واجي بعديها بدقيقتين اكون طفيت عليه، وهتاخدوا احلى شربات شفتوه، خفيف وفاتح، قوامه حلو يعني ولونه فاتح، وان شاء الله يبقى ناجح معاكم. بس تابع بقيه الخطوات لان في حاجه كمان هتحطيها بس هعرفها لك في الاخر. بصوا بقى هنا كده نسيت اقول لكم طبعا ان انا وطيت النار، يعني خليته بس يغلي الاول وحطيته تقليبه ووطيت النار. دلوقتي ده بقى هنا كده اول قعدت 5 دقايق عصرة نص ليمونه يحفظ معايا الشربات ويبقى 100 ما عندي يعني نص ليمونه او معلقه او نص معلقه ملح ليمون، رشه ملح ليمون. تمام كده حطينا الليمون نسيبه كمان 5 دقايق وبعد كده نشوف هنحط ايه تاني. بصي بقى هنا في الوقت ده هنبدأ نحط عسل الجلوكوز. تمام، بسم الله.
طبعا هو بيبقى جامد. فايه هننزله كده بقى بالمعلقه. وننزل اللي في البرطمان كله عليه، ونسيبه كمان برضو 5 دقايق كمان. طبعا هو عشان في اخر البرطمان فانا مش متحكمه كويس في المعلقه. بس بصوا قوامه تقيل تقيل قوي. اول ما بينزل في الشربات بيدوب. فانا هنزله واديله تقليبه وارجع لكم هنا بقى بعد ما عدى 5 دقايق. بنحط الجلوكوز. بصوا لف. طبعا انا مش عايزاه تقيل قوي، فهو كده استوى معايا. بصوا نازل سرسوب مش بيقطع. تمام. بصوا بقى معايا، تعرفي منين؟ تحطي ايدك هنا كده اهو، بيلعبك جامد. انا ايدي فين يعني؟ بصوا اهو، تاخدي نقطه على ايدك. بصوا بيلعبك جامد. عارفه انتوا بقى لو زي الميه لسه ما لعبكش كده اهو، لا ده كده يبقى شربات 100 هطفي عليه بقى في الوقت ده. ده كده شربات متوسط حلو جدا. طبعا هو اول ما يبرد هيتقل شويه عن كده. فدلوقتي كده خلاص هسيبه يبرد، وبعد كده هعبيه في البرطمانات. حاجه قبل ما اسيبه يبرد، حابه تحطي له فانيليا وتحطي نقطه وتخليه يغلي دقيقه واحده ويطفي. حابه تحطي اي منكهات حباها قبلها بدقيقه تحطيها وتطفي. معلقه سمنه عادي خالص. بس انا مش هحط اي منكهات واخليه على كده. استعمله على كده. اول ما يبرد هعبيه في البرطمانات وهوريكم التقل بتاعه وهو بارد، لانه تقيل على فكره، وهتشوفوه بعد ما يبرد. يا حبايب قلبي بقى القوام معايا عامل ازاي؟ تقيل متوسط، يعني فوق المتوسط شويه. بتحبيه اتقل من كده بتسيبيه شويه على النار، بس هو كده قوامه حلو. بتحبيه اخف من كده مش بتخليه يطول على النار. وزي ما قلت لك انت بتعرفيه، بتحطي ايدك وتعملي كده اللزق، تعملي كده اللزق معاكي جامد، يبقى هو كده تمام. نعم بقى زي الميه يبقى لسه ايه خفيف. دلوقتي بقى هعبيه في البرطمانات يقعد معايا من السنه للسنه. بعمله قبل شهر رمضان بشهر علشان يكمل معايا الشهر ان شاء الله. كده يكون عندي شربات جاهز، مش كل ما اقعد عاوز اعمل حلويات الاقيه معايا. وان شاء الله لما اعمل حلويات هوريكم الشربات ده اللي انا عاملاه زي ما هو كده. بصوا كده اهم حاجه يكون البرطمان غسلاه نشف كده مفيهوش ميه اللي هحط فيه علشان ما يبص مني. تمام. شايفين عسل نحل وابيض وشفاف وايه يعني، حاجه كده جامده جدا. هنا بقى نكون حصلنا على المنتج النهائي وخدنا احلى شربات نعمل بيه احلى حلويات. ويكون فيديو النهارده خلص. حطلي بقى لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.